الجن العاشق يترك الجميلات الشقراوات الغربيات ويصيب من هي دون ذلك من العربيات. هذه الجملة لا تعدو إلا أن تكون جندرية عمياء أو ذكورية جوفاء أو جهل مركب، فلنفصل هذا القول في نقاط. تختلف المسميات ولكن يتفق الجميع أن هنالك أمراض روحية يعدها البعض نفسية ويعتبرها آخرون أذى خارجي، يرد سبب هذا الأذى بعضهم إلى الأرواح الشريرة والآخرون إلى الشياطين. يعتبر أغلبهم السبب مس أو سحر أو حسد أو نظرة تطلقها عين مارقة. يظن الكثير من الجهلة أن الرقية خاصة بالمسلمين، وأن هذه الأمور شعوذة، وأن المجتمعات الغربية لا يشملها ذلك. الصليبيون مثلا يصابون بهذه الأمراض كغيرهم من البشر ويذهبون للتداوي، بعضهم يختار الطب النفسي وبعضهم يذهب للمقدس فيطلبون الرقية في الكنيسة ويأخذون الشفاء حسب رأيهم من القساوسة ويتبركون بالمياه المقدسة ويطهرون أنفسهم من الأرواح الشريرة بما يروي لهم دينهم. من جهة أخرى، هل هذه الأسقام تبتلي القبيحات فقط؟ تجد غربية لم تحصل من الجمال شيء مبتلات وتطلب شفاء في الكنيسة، وتجد جميلة عربية مبتلات وتدعو الله لشفائها، لكن الذي يصطاد في المياه العكرة يرى الحسناء الأجنبية المعافية في الظاهر ويتناسى الجميلة العربية المسلمة المعافاة في الظاهر والباطن. الحديث حول إمكانية أذى الجن للإنس من عدمه هو موضوع آخر، لكن التهكم عن كونه يترك الغربيات الحسناوات ويصيب من دونهن جهل مركب وراءه عقدة ولع المغلوب بالغالب.